نبدأ ماشي. النهارده يا ولاد في مدرستنا كفر بيت الحارون الابتدائية هنقوم بعمل ندوة هامة تحت عنوان قيم أخلاقية هامة في حياتنا. أول حاجة اخترنا قيمة الاتحاد، فالاتحاد قوة. طيب بصفتنا دارسين التاريخ تلاميذ الصف السادس والثالث وانتم متجمعين في الندوة ديت هنتكلم عن قيم أخلاقية الاتحاد قوة. طيب الاتحاد عبر التاريخ هنمشي يا أولاد ثورات أدى الاتحاد المصريين إلى الانتصارات به. يبقى تاني يا جماعة ندوتنا مدرستنا أحلى مع الأخلاق الحميدة ومنها الاتحاد. الاتحاد إيه؟ قوة. طبعا عبر التاريخ في انتصارات عبر التاريخ أو أهمها حرب أكتوبر. لم يتم انتصار حرب أكتوبر إلا إذا اتحدت قوى الشعب، سواء قوى المدنية، قوة الشعب، قوة الشرطة، قوة الجيش. أدى إلى ذلك الاتحاد أدى إلى انتصار حرب أكتوبر. طبعا الشعوب تتقدم بإيه؟ بالاتحاد. يبقى يا أولاد أصل التقدم بإيه؟ بالاتحاد. يبقى احنا اخترنا قيمة هامة في حياتنا وهي قيمة الاتحاد. طبعا هنتجه إلى الاتحاد عبر التاريخ، دي عنواننا، ومشروعات مصرية، كل دي بيتم عن طريق إيه؟ الاتحاد والتعاون. خلاص؟ يبقى أهم قيمة هندرسها النهارده مدرستنا أحلى مع الاتحاد أو الاتحاد قوة. دي نقطة هامة. نيجي بقى على أثر الاتحاد في حياتنا. عبر التاريخ تم طرد الهكسوس عن طريق اتحاد قوى الشعب مع الجيش الوطني. دي حاجة يا ولاد. يبقى تم طرد الهكسوس عبر التاريخ عن طريق اتحاد قوى ايه؟ الشعب مع ايه؟ جيشين. يبقى طرد ايه؟ الهكسوس. طب نيجي بقى والحضارة تمت الحضارة الفرعونية عن طريق ايه؟ الاتحاد. يبقى كل واحد اتحاد والتعاون. طرد الانجليز زي ما زميلكم احمد عبد الوهاب عاملها اهوت تم عن طريق الاتحاد. يبقى الاتحاد في مصر اصل ايه؟ قوة شعبية. يبقى اللي انت عايزه يا تلاميذ مدرسة كفر بيت الحارون في ندوتنا ان الاتحاد عنوان قوتنا او مدرستنا احلى مع الاتحاد. واني عرفتكم اللي تم طرد الانجليز عن طريق الاتحاد الشعبي مع ايه؟ مع الشرطة. تمام. المشروعات المصرية الضخمة، بناء العاصمة الإدارية الجديدة وكل المشروعات التنموية الاقتصادية والاجتماعية تتم عن طريق ايه؟ اتحاد. القوى المدنية مع قوى ايه؟ الجيش. يبقى كده يا ولاد الندوة دي مهمة أعزائي الطلبة والطالبات اللي هي تحت عنوان الاتحاد ايه؟ قوة. يبقى الاتحاد ايه؟ قوة. طيب يبقى قيم أخلاقية نجم خلي بالك منها الاتحاد والصدق والأمان. ركزنا على الاتحاد عبر التاريخ. يبقى الاتحاد عبر التاريخ تم طرد الانجليز عن طريق المصريين وطرد الهكسوس ايام احمس عن طريق المصريين بردك عن طريق ايه؟ الاتحاد. تمام. الحضاره المصريه بردك تتم عن طريق الاتحاد. نيجي بقى على تنظيم هام في حياتنا وتنظيم ضباط الاحرار. دي تم عن طريق ايه؟ الاتحاد وايه؟ والتعاون. عندما تجمع تنظيم ضباط الاحرار لطرد ايه؟ النظام الملكي وجعل مصر جمهورية ديمقراطية عن طريق الاتحاد. تمام كده؟ الدستور المصري أهم بنوده الاتحاد على قوى الشعب. الانتماء لمصر عن طريق الاتحاد. الصدق اللي فاطمة اللي نور ندى عاملاه بردك قيمة هامة في حياتنا. ندى كاتبة كلمة الصدق. تمام كده؟ فريق المدرسة، كلمة فريق تدعو إلى إيه؟ الاتحاد. كلمات كلها تدعو إلى الاتحاد. مدرستنا متطورة عن طريق ايه؟ الاتحاد، التعاون. كل دي قيم يا بيبي هتتحلل. ثورة الشعب 1919 تعتبر ثورة شعب عن طريق الاتحاد. القوى المختلفة، القوى المدنية، قوة الشعب، كل ده عن طريق ايه؟ ثورة الاتحاد المصري. مع الاتحاد تنتصر الشعوب. دي كلها قيم لازم التمسك بها. نيجي بقى على اخر حاجة مدرستنا احلى مع الاتحاد. خلاصة ندوتنا يا جماعة إن النهارده اتكلمنا عن قيم هامة في حياتنا منها الاتحاد عبر التاريخ، وجبنا الثورات اللي عدت عبر التاريخ. يبقى مدرستنا أحلى مع كل يقول معايا مدرستنا أحلى مع إيه؟ الاتحاد والتعاون والصدق. تمام؟ الاتحاد فعلا عبر
الشعوب. آخر حاجة هنختم بها الاتحاد قوى مع مدرستنا كفر بيت الحرب. وشكرا.